السلام عليكم الإخوان. في إطار التوعية بالحقوق ديال الأجير، في هذا الفيديو غادي نتكلموا على واحد الزيادة في الأجر اللي خاص يستافد منها كل أجير اللي فايت عامين في واحد الخدمة وفي نفس الشركة. بطبيعة الحال هنا كنتكلم على الخدمة اللي كيكون فيها الأجير مصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سينيسيس، واخا ما يكونش عنده عقد عمل مكتوب، لأنه في الغياب ديال عقد العمل وحضور التصريح ديال لا سينيسيس الأجير كتعتبر خدام بعقد غير محدود المدة CDI، لأنه من السهل إثبات العلاقة بين الأجير والمشغل من خلال التصريحات ديال لا سينيسيس. نرجعوا للزيادة اللي تكلمنا عليها، وكتعلق الأمر بما يسمى بعلاوة الأقدمية، لا بريم دونسيونيتي، اللي كتحدد النسبة ديالها على الشكل التالي. ردوا معايا البال. أولا 5% من الأجر المؤدى بعد قضاء سنتين في الشغل. ثانيا 10% من الأجر المؤدى بعد قضاء 5 سنوات في الشغل. وثالثا 15% من الأجر المؤدى بعد قضاء 12 سنة في الشغل. رابعا 20% من الأجر المؤدى بعد قضاء 20 سنة في الشغل. خامسا 25% من الأجر المؤدى بعد قضاء 25 سنة في الشغل. اللي خصنا نعرفو على هاد لابريم هو أنه خص تزادك بشكل تلقائي مورا ما تقفل عامين في الخدمة، يعني الصالير اللي غادي تاخد غادي يتزاد. وباش تأكد من أنه لابريم باش تزاد لك ولا لا، غدير إطلالة على البيلون دو باي ديالك اللي خاص المشغل يعطيه لك كل شهر، اولا غيتعرض لواحد الغرامه اللي كتمشي من 300 حتى ل 500 درهم. هنا ملي غادي تشد البيلون دو باي ديالك مباشره السالير دو باز تحت منه غادي يخصك تلقى لونسيونيتي اللي تزادت لك. وكيف ما قلنا الا تزادت لونسيونيتي خاص حتى لو سالير نت اللي كيدوز لك يتزاد، لانه من المحتمل ان لونسيونيتي تبان عندك في البيلتان دو بي ولكن لو سالير نت ما يتبدلش، لانه غادي يكون وقع واحد التلاعب يا اما في لو سالير دو باز او لا في لي بريم الاخرين باش يتم امتصاص ديك الزياده ديال بريم دونسيونيتي، وبالتالي الابقاء على واحد السالير نت اللي كيكون ثابت. وهذا الشيء راه ماشي قانوني الاخوان، ردوا بالكم لهذه المساله بالنسبه للاجراء.